4 أفلام قدروا يغيّروا شخصيتي ويخلّوني أعشق السينما. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. يعني أنا فاكر شُفت Scarface أول مرّة كنت في ثانوية عامة، وحسّيت بقيمة إنّك تكون واقف على حاجة كبيرة عملتها وتُقع مرّة واحدة. علّمني حاجات كتيرة أوي عن الجشع، عن الفلسفة، علّمني إن إزاي الإنسان ممكن يجري ورا مشاعره أكتر من دماغه. No, wait, back up. Let me start earlier. For 6 months, I couldn't sleep. Fight Club بقى ده كان فكرة تانية خالص. أنت مش بس قاعد بتتفرّج على شخص مجنون قاعد بيحاور مع نَفْسه، أو شخص مجنون عنده أفكار مختلفة جدًا عن الحرية، لأ، الفيلم بيتكلّم عن حرية مطلقة أوي، حرية مطلقة بطريقة مجنونة. Let go. إزاي أنت ممكن تأذي نَفْسك علشان بس تحس إنّك حُر، وتحس إنّك موجود وسط العالم ووسط الناس. إنّما بقى فيلم الكيت كات ده قصة تانية خالص. أول مرّة شُفته كنت صغير شوية في السِن وما كنتش فاهم، كنت باقعد أضحك على الشيخ حسني وإن هو بيتريق على إن هو كفيف، لكن مع الوقت بصراحة اكتشفت إن الشيخ حسني هو كان المفتح الوحيد وسطنا، وسط الناس كلّها عميا. راح النور يا حمار مش عينيك. خلي عند اهلك نظر. إنما أكتر فيلم خلّاني أحب السينما فيلم أحلى الأوقات، يمكن عشان الفيلم بسيط قريب لقلبك، أو يمكن عشان أنا من شبرا وباحب محمد منير. ما فكرش ليه؟ سعاد حسني كانت من شبرا، ودليده من شبرا، ويوسف شعبان من شبرا، ده يوسف بيك وهبي كان من شبرا. أو يمكن عشان مشاعر الحنين، الصداقة والحب. أسباب غير معروفة. كان خاطب واحدة زميلته في الكلية، سابته بعد 2 لأسباب غير معروفة. أمه ماتت من 5 سنين لأسباب غير معروفة. يقال إنه عايش لوحده ومحدش بيزوره. أنا متأكدة إن هو اللي بيبعت لك الحاجات دي لأسباب غير معروفة. بس يا بت أنا والوحدة والانعزال. ما انا كنت رايحه اعمل لك اكل. كنت لسه رايح اعمل لك اكل، انا جعان دلوقتي يا يسرية. اطلع ارمي لك نفسي من السطوح يا ابراهيم. وتفتكري كده هشبع يا يسرية؟ اللقطة اللي فعلا خلتني أقول أنا بحب السينما لما رجعت واكتشفت إنها هي اللي كانت عامية وسط ناس كلهم مفتحين، زي بالظبط الشيخ حسني. يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجين 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 ديرجين. يمكن الشيء اللي بيخليني أحب السينما هو نفس الشيء اللي بيخليني أحب الفلسفة، هو نفس الشيء اللي بيخليني أحب الكتب، إنه بيعلمك إزاي ما تبقاش أعمى وسط ناس كلهم مفتحين. يابا انت ليه مش هتصدق انك اعمى؟ يابا انت راجل اعمى. انا اعمى يا غبي، ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان.